وقبل البدء يرجى الدعاء للمنتخب المغربي بالفوز على فرنسا والصلاة على النبي. بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على البرتغال وفوز فرنسا أيضا على إنجلترا، أصبح كلا الفريقان المتأهلان في مواجهة بعضهما يوم الأربعاء بمباراة تاريخية وصعبة لكليهما، وستكون مباراة مواجهة الأصدقاء بين بعضهم. فقد رد مبابي على رسالة صديقه حكيمي اللذان يلعبان في نادي باريس سان جيرمان، والتي قال حكيمي فيها سوف أراك قريبا يا صديقي. ورد عليه مبابي بوضع مجموعة من القلوب كنوع من التحدي على أنه الأفضل. ويذكر أن حكيمي ومبابي أصدقاء جدا ولا يفترقان في تدريبات الفريق الفرنسي، ولكنهما هذه المرة سوف يتواجهان ويتحدوا بعضهم ليثبت كل واحد منهم على أنه الأفضل. فحكيمي كان قادر على اللعب مع منتخب فرنسا الفائزة بكأس العالم مرتان، آخرهما المونديال الماضي، بجانب مبابي، خصوصا أن أغلب لاعبين فرنسا هم من قارة أفريقيا، ولكنه اختار اللعب مع منتخب بلده ليصعد معه إلى النهائيات. أما مبابي الذي هو من أب كاميروني وأم جزائرية فقد اختار اللعب مع فرنسا. وهنا نرى حب الوطن من حكيمي، فبالرغم من الصداقة الكبيرة مع مبابي، ولكن الانتماء لوطنه هو الأول والأخير، وجعل علم المغرب يرفرف عاليا هو الطريق الحقيقي والصادق. فنتمنى الفوز لحكيمي وهزيمة فرنسا هزيمة ساحقة والتأهل للنهائيات.